كل متابعين ذا ووكينج ديد عارفين الشخصيه السافله اللي 80% من كلامه شتايم وهوايته المفضله انه يكسر دماغ الناس بمضرب البيسبول بتاعه، واللي خلانا نحب الزومبيز ونتمنى انهم يرجعوا تاني العدو الرئيسي في المسلسل. بس هل كان طول عمره بالشر اللي احنا شفناه ده قبل ما الزومبيز يسيطروا على العالم؟ الفيديو ده بيشرح تاريخ وقصه حياه نيجان اللي طبقا لاستطلاعات الراي اكتر شخصيه مكروهه في تاريخ ذا ووكينج ديد. المعلومات اللي في الفيديو دي متاخده من سلسله اعداد قصيره مميزه للكوميكس اسمها هيرز نيجان، وبالتالي المعلومات اللي هنا لسه ما اتذكرتش في المسلسل، واحتمال كبير انها تتذكر في المسلسل قدام على شكل فلاش باك، او احتمال ان كتاب المسلسل يعملوا قصه مختلفه لنيجان. لكن بما انها احداث حصلت قبل احداث ذا ووكينج ديد، ده معناه ان ما فيهاش حرق للاحداث اللي لسه هتحصل، بس قلت برضو احذر عشان لو حد حب يستنى يشوف المسلسل هيقدمها ازاي. هيرز نيجان بتبدا بنيجان وهو بيلعب بينج بونج مع مجموعه اطفال، بالرغم من انهم اطفال ده ما منعش نيجان انه يتكلم بالسفاله المعتاده بتاعته ويقعد يشتم فيهم لحد ما سابوه وجريوا. بعديها بشويه مراته بتدخل عليه وتقول له ايه يا نيجان القرف اللي انت بتعمله ده، انت المفروض يعني قدوه للاطفال دول وما ينفعش تعمل كده، وان المدرسه لو عرفت ممكن يرفدوك. وهنا بنفهم ان نيجان شغال زي مدرب او مدرس تربيه رياضيه في مدرسه. نيجان بيفهمها انه لازم يبقى المدرس الروش بره المدرسه عشان الاطفال يحترموه، واثناء ما هو بيكلمها مراته بيغمى عليها. في المستشفى الدكتور بيعرف نيجان ان مراته جالها سرطان. طبعا نيجان بيتحطم وبيبقى حزين جدا على مراته. بعديها بشويه بيجي مشهد فيه نيجان نايم مع واحده، وبنكتشف انها مش مراته وانه بيخونها مع واحده تانية. بس اثناء ما هم مع بعض نيجان بيوقف وبيقول لها ان مراته جالها سرطان وان هو مش هيقدر يكمل. عشيقه نيجان بتتعصب وبتقول له انت ليه بتقول لي كده، ده مش ذنبي، وبتقول له امشي من هنا انا مش عايزاك. نيجان بيقول لمراته انه انهى العلاقه مع عشيقته، وهنا بنعرف ان مراته كانت عارفه بس لسبب ما كانتش ممنعه. مراته بتتعصب وبتقول له انت جاي دلوقتي تنهي علاقتك معاها. نيجان بيقول لها انه مش عايز الست التانية دي وانه بيحبها هي وعايزها هي بس. مراته بترد عليه وتقول له ان انا مش هفضل معاك على طول، وان انت كان المفروض تختار الست السليمه مش الست اللي بتموت. وبعد كده بيجي شويه مشاهد بتوضح ان نيجان ومراته على طول رايحين وجايين من المستشفى، وقد ايه مرض مراته مأثر عليه نفسيا. دلوقتي مراته حالتها بقت اسوأ واسوأ وبقت على طول في غيبوبه. واثناء ما نيجان كان قاعد جنب سريرها في المستشفى، فجأة دخل عليه واحد من العاملين في المستشفى وهو مذعور وبيقول له اخرج من هنا احنا بنخلي المستشفى. نيجان بيستغرب جدا ويقول له انت عايزني اسيب مراتي وامشي؟ راح العامل ده قال له ان المكان مش امن وانك احسن لك تنقذ نفسك، وسابه وجري. نيجان بيجري بسرعه ويبص من الشباك وبيشوف اللي احنا متوقعينه، فوضى في الشارع وناس بيجروا وراهم زومبيز. نيجان ما بيبقاش فاهم اي حاجه وبيسد باب الاوضه بترابيزه وبيروح علشان يطمن على مراته، ولكن بيكتشف ان نبضها وقف وماتت. نيجان بيقعد يعيط لفتره وبعديها بشويه بيقوم ويبص من الشباك وبيشوف في الشارع عشرات من الزومبيز اللي بيطاردوا الناس، وهو ما عندوش فكره ايه الكائنات دي وايه اللي عمل فيهم كده. وهنا نيجان بيتعامل مع اول زومبي في حياته وهو مراته. بالفعل مراته بترجع للحياه تاني على شكل زومبي زي ما بيحصل لكل الناس. نيجان بيتخض وبيرجع لورا وبيشوف مراته وهي بتزحف على الارض وبيناديها باسمها لاول مره قدامنا. قدرتوا تخمنوا اسمها ايه؟ لوسيل. ايوه، نيجان مسمي مضرب البيسبول اللي بيكسر بيه دماغ الناس على اسم مراته اللي ماتت. حاجه رومانسيه قوي صح؟ المهم نيجان بيقرب من مراته علشان يفهم ايه اللي بيحصل وبيجس نبضها، وطبعا ما بيلاقيش اي نبض. نيجان ما كانش مصدق نفسه وهو شايف مراته الميته وهي بتحاول تعضه، لكن لحسن حظه انه بيفهم اسرع من ناس ثانيه احنا عارفينهم ان دي خلاص ما بقتش مراته اللي يعرفها، وبحزن بيسيبها ويهرب من الاوضه. في الطرقه بتاعه المستشفى نيجان بيشوف 2 زومبيز بيحاولوا انهم يعضوا ولد، والولد ده بيطلب النجدة من نيجان. نيجان بيجري وبيضرب الزومبيز دول، لكن طبعا ضرباته ما كانتش بتأثر فيهم وما كانوش بيحسوا بأي ألم. الولد قال له انه لازم يكسر دماغهم. نيجان بيمسك طفاية حريق وبيحطم دماغ الاتنين دول. طبعا نيجان بقلبه الحنين اللي احنا عارفينه بيبقى مصدوم ومش مصدق انه قتل شخصين بايده وبيقول على نفسه قاتل. الولد بيهديه وبيقول له ان دول اوريدي ميتين وان انت مش هتقتل ناس ميتين بالفعل. نيجان بيطلب من الولد انه يروح يموت الست اللي في الأوضة اللي هي مراته، والولد فعلا بيروح يموتها. وبعدها بيسأل نيجان اذا كانت الست اللي ماتت دي مراته، وانه برضه شاف امه وهي بتموت وبترجع للحياه كزومبي. نيجان بيسكته وبيقول له انه مش عايز يتكلم في الموضوع ده وانهم لازم يمشوا. اثناء ما نيجان والولد ده كانوا ماشيين في الجراج عشان يدوروا على العربيه، في زومبي بيهجم على الولد ويموته، ونيجان كان رد فعله بالظبط كأن وقع منه 10 جنيه. بعد فتره المفروض انها مثلا اسابيع بنشوف نيجان وهو بياخد بنزين من عربيه، وفي شويه شباب بييجوا وعايزين يتبلطجوا عليه وبيقولوا له سيب البنزين ده هناخده احنا. نيجان بيقوم بكل هدوء وفجاه بيزعق
بيزعق فيهم يجيب 10 جمل بسرعه ورا بعض 3/4 شتايم، وبيفهمهم انه معاه عربيه وانهم محتاجينه علشان محدش فيهم يعرف يشغل عربيه من غير مفتاحها. وبالفعل نيجان بشخصيته القويه والقياديه بيقدر يقنعهم انهم يكونوا مجموعه مع بعض وانهم يشتغلوا معاه تحت قيادته. وواحد من الشباب دول اسمه بول كان معاه مضرب بيسبول، ونيجان قال له حلو المضرب ده. نيجان بيقضي فتره مع المجموعه دي، وفي مره هم قاعدين بياكلوا حوالين النار في مجموعه من الزومبيز هجموا عليهم وكلهم ماتوا باستثناء نيجان اللي خد المضرب بتاع بول وموت بيه كل الزومبيز. وقبل ما يمشي خد المضرب معاه وحطه في شنطته. بعد كده بتيجي مشاهد كتير بتوضح ان نيجان قابل ناس كتير وكلهم ماتوا من حواليه، ومن ضمن الناس دي في واحده اتبقت معاه وكانوا سوا بيدوروا على اكل في سوبر ماركت، وجوه في زومبي عض البنت دي. نيجان بيتعصب وبيلومها هي على انها اتعضت، وبيوضح لها قد ايه انه زهق من الناس الضعيفه اللي ما بيعرفوش يعملوا حاجه غير انهم يموتوا، وسابها تموت ومشي. سلسله هيرز نيجان بتخلص بمشهد بيبين نيجان قاعد بين شجر جنب نار وبياكل ارنب لسه مصطاده، وهنا بيسمع حد بيتسحب وسط الشجر. نيجان بيرفع البندقيه بتاعته وبيهدد الشخص اللي بيتسحب دوت انه احسن له يظهر نفسه. الشخص ده بيخرج بين الشجر وبنلاحظ انه هو دوايت، طبعا قبل ما نيجان يحرق له نص وشه. شكرا للمشاهده، لو عجبكم الفيديو لايك شير وسبسكرايب، وتقدروا تعملوا كومنت فيه اي ملاحظات، وممكن برضو تعملوا لايك لصفحه الفيسبوك اللي اللينك بتاعها موجود على الشاشه وبرضو موجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.